مع قرابة انتهاء سنة 2022 والمسلسلات اللي حصلنا عليها على مدار السنة، تعالوا أكلمكم عن أكتر 7 مسلسلات عجبوني في سنة 2022. وببتدي معاكم قائمات نهاية السنة، الحاجات اللي عجبتني، حصاد السنة عامة كان عامل ازاي من حيث المسلسلات ومن حيث الأفلام. في الفيديو هتكلم عن المسلسلات، في فيديو تاني طبعا هتكلم عن الأفلام اللي عجبتني. ده هيبقى فيديو هعمل عليه شغل كتير جدا بعد طبعا تركيز ودراسة للليستة بتاعتي والأفلام اللي اتفرجت عليها، عشان أطلع لستة بالظبط ايه أكتر أفلام عجبتني في السنة. فاستنوا الفيديو ده وما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش الفيديو ده. بس طبعا حابة أوضح إن أنا ما شفتش المسلسلات اللي نزلت السنة دي وما شفتش عدد كبير منها، وفي مسلسلات كتيرة جدا كانت حلوة وكانت تستاهل المشاهدة أنا ما شفتهاش، لأن أنا أعتبر شفت 13 مسلسل بس، فمش كلهم كانوا حلوين، مش كلهم كانوا أقوى حاجة، وأنا ما شفتش فعلا المسلسلات اللي هي كانت قوية جدا السنة دي. لأن ال7 مسلسلات اللي أنا هتكلم عنهم النهاردة مش شرط يكونوا أفضل مسلسلات السنة، لكن أنا في أثناء مشاهدتي ليهم انبسطت. كان وقت كويس جدا، كان وقت مفضل بالنسبة لي، ولقيت حاجات حلوة من المسلسلات دي. في المرتبة السابعة معانا The Peripheral. ومسلسل The Peripheral أنا كنت اتكلمت عنه هنا على القناة، اتكلمت عن بدايته، فما كنتش شفت بقيته وما كنتش قدرت ان انا اكون صورة كاملة عنه. مسلسل The Peripheral كان من الحاجات اللي كانت بدايتها مختلفة بالنسبة لي، ابتدى بداية حلوة جدا وكان ماشي على نهج كويس قوي. الشخصيات فيه ممتعة جدا، تحبها، لايكابل. الفكرة نفسها بتاعت المسلسل حلوة وممكن يطلع منها حاجات كتير. وفعلا مع الحلقة الرابعة بتبتدي، يعني أول 4 حلقات بتبتدي تبقى مبسوط، بعد كده بنخش بقى في نص المسلسل ويحصل مشكلة في الإيقاع بتاع حكي القصة. بتزهق منه كده، بتحس إنك ملان، بتحس إنك تعبت منه. آه، وهو بيقدم حاجات كتيرة في نفس الوقت، فعلا انا مش هكدب عليكم، مش شرط ان هي تكون صعبة الفهم، لكن هو بيقدم حاجات كتير و... وحاجات كده المسلسل متوقعك انك هتفهمها ومش هتركز قوي عليها. فالنوعية دي من الحاجات والطريقة اللي كان بياخدها في نص المسلسل خلت كده شوية صعب مشاهدته في النص. لكن بعد كده بنرجع لآخر حلقة وبيبتدي، يعني النهاية بتاعته بتبقى حلوة إلى حد ما، لكن أكيد بتمهد لموسم تاني. فهو مسلسل بريفرال مسلسل انا حبيته جدا، حبيت بدايته اكتر من نصه. لكن ما اعتقدش ان انا هرجع اتفرج عليه تاني، لكن ممكن يعني ابقى متحمس لموسم تاني. وفي المرتبة السادسة معانا مون نايت، المسلسل بتاع مارفل الوحيد اللي هيكون على الليستة دي، والأسباب واضحة ليه. مسلسل مون نايت أنا عجبني جدا الطريقة اللي قرر ان هو يتخذها في حكي قصته. كانت حاجات جديدة بتتقدم معانا. تمثيل اصلا واداء التمثيلي ليه اوسكار ايزاك كمون نايت، كمارك سبيكتور، ك آه، ستيفن جرانت، كان حاجة حلوة جدا في المسلسل ده. انا متذكر وقته وكانت فترة حلوة جدا، كل اسبوع بستنى حلقات مون نايت كنت بتفرج عليها. ده احسن مسلسل مارفل للسنة دي، لكن برضو ما بيخلاش من المشاكل، ما بيخلاش من مشاكل في ايقاع حكي القصة. واعتقد ان كان في حاجات لازم يثبت عليها، بدل ما يعني ياخد طريق مختلف عنها. يثبت على التون اللي كان واخده في اول حلقتين مثلا. كان اول حلقتين دول كانوا حلوين جدا بالنسبه لي، من افضل حلقات مسلسلات مارفل اصلا. انا شايف كده، لكن لو كان ثبت على نفس الايقاع ده على مدار المسلسل كان هيبقى اعلى عندي في الليسته دي من كده. لكن انا متحمس لاي حاجه هتكون فيها مون نايت، سواء موسم تاني بقى المسلسل ده او اي ظهور جاي لي مون نايت. وبرضو معانا الموسم الثاني من مسلسل Only Murders in the Building. المسلسل ده مش ناس كتير بتتكلم عنه، مش ناس كتير بتديله الضوء اللي هو المفروض ياخده، وانا شايف ان ده مسلسل حلو جدا. المسلسل ده عبارة كده عن كل موسم فيه قضية قتل في عمارة في نيويورك، وعندنا كده جروب من الأصدقاء الثلاثة اللي بيحلوا القضية دي كل موسم. الموسم الأولاني نزل السنة اللي فاتت وكان برضو حلو جدا. الموسم التاني نزل السنة دي وأنا حبيته أكتر من الموسم الأول، لأنه هو واخد elements الغموض والإثارة والتحقيق في طريق مختلف وخفيف كده ولطيف وكوميدي. حبيته، يعني أنا حبيت الموضوع كله من الموسم الأول للموسم التاني. وكمان الموسم ده بيقدم معانا حاجات
افضل. بيبتدي بداية بطيئة شوية مش هكدب عليكم، لكن بعد كده بياخد راوت حلو جدا في نص الحلقات. وطبعا مش محتاجة اتكلم عن الكيمستري بتاعت الشخصيات الاساسية مع بعض وتحقيقهم في القضية دي. كان حاجة جميلة جدا. في طرق بيتخذها في الموسم الثاني زي أي مسلسل بيتخذها الفترة الأخيرة وأنا ما حبتهاش، لكن عامة انبسطت من الموسم ده، وحبيت ان هو كده المسلسل ده عامة خفيف لكن في نفس الوقت كده بيشغل دماغك، يخليك كده تشوف وتحقق مين بالظبط اللي عمل الموضوع لكن بحس كوميدي. وبعد كده معانا مسلسل منعطف خطر، المسلسل المصري الوحيد اللي موجود على الليستة دي. وانا اصلا مش من عادتي ان انا بتكلم عن الحاجات المصرية هنا على القناة، لكن المسلسل ده اتفرجت عليه بالصدفة، ما كنتش ناوي ان انا اتابعه ابدا. ومكنتش متوقع منه كتير عشان ابقى صريح معاكم، لكن اتفاجئت من كمية الحاجات الجديدة بالنسبة للمسلسلات المصرية اللي موجودة في المسلسل ده. حاجات كتيرة، وشكل المسلسل ده فعلا المرة دي في مجهود محطوط فيه. في مسلسلات مصرية حلوة جدا نزلت السنة دي على منصة شاهد وواتشت، حاجات كتيرة جدا لكن أنا ما قدرتش أتفقدهم كلهم وأتفرج عليهم. ده من الحاجات اللي أنا اتفرجت عليها وحبيته جدا. أداء تمثيلي من كل الممثلين الصراحة حلو جدا. والقصة مش هقولكوا انها جديدة، لكن كل حلقة بتقدر تعمل حاجة تخليك منتظر الحلقة الجاية. كل حلقة بتقدم لك قصة جديدة، كل حلقة بتكتشف حاجة جديدة عن الحلقة اللي قبلها، وبتخليك يعني كل الحاجات اللي انت كنت بتحللها قبل كده تطلع غلط. وده اللي انا بحبه في المسلسلات دي، انها تخليك تفكر وتوقعاتك تطلع غلط وتوقعاتك تطلع حاجة تانية خالص عن الحقيقة، وهو ده اللي انا بحبه في الموضوع. طبعا في كان شوية الحاجات اللي برضو بتبقى مشاكل في أغلبية المسلسلات المصرية، لكن غير كده المسلسل ده أنا حبيته جدا واستمتعت بوقتي معاه. كان في برضو كده في الشخصيات شوية قرارات ما أعتقدش إن هم كتبوها بشكل صريح، لكن عامة المسلسل ده أنا انبسطت منه. الموسم الخامس من مسلسل ذا كراون، أنا بدأت أتفقد المسلسل ده كله السنة دي، فاتفرجت من الموسم الأول للموسم الخامس، والمسلسل ده أنا يعني بعشقه. في يعني المسلسل ده قدر ان هو كده يبقى ملحمي ويبقى فيه حاجات كتيرة قوية جدا على مدار المواسم. يعني اعتقد كده ان انت يعني احنا مستنيين مثلا الموسم السادس، ان انت تبقى منتظر ان هو هيبقى حلو، انت تبقى متأكد من كده ان المسلسل قدر ان هو يبقى حلو على مدار الخمس مواسم بتوعه. لكن بالنسبة للموسم الخامس تحديدا هو اعتقد ان ده اضعف موسم فيهم، لكن مازال حلو جدا، مازال فيه كل المقاومات اللي في المواسم اللي قبل كده، حلوة وقوية وملحمية. بتخليك كده منتظر كل حلقة هتقدم ايه. لكن انا شايف ان شوية المشاكل اللي انا هتكلم عنها تبقى مشاكل بالنسبة للمسلسل لكن مش بالنسبة للموسم. يعني الموسم ده بالنسبة لمواسم المسلسل أضعف منهم، لكن بالنسبة كموسم مقارنة بأي مسلسلات تانية فهو كان قوي جدا وحلو جدا، وفي كل حاجة أنت تحبها. أداء تمثيلي، موضوعات حلوة جدا، وأعتقد إنهم كانوا بيتعاملوا مع الفترة الزمنية دي من العائلة الملكية عامة في الحقيقة بشكل كويس جدا وبشكل مختلف عن ما كنا دايما بنشوفهم في الميديا. في مجهود محطوط من كل الناس في المسلسل ده، لكن المشكلة اللي موجودة فيه هنا ان هو مش بيتعامل مع الملكة كالسنتر زي المواسم اللي قبله. يعني قصة تشارلز وديانا كانت مهمة جدا، لكن الملكة لازم تبقى هي السنتر بتاعنا هنا، ونظهرها ونجيب الحاجات من وجهة نظرها عشان هو ده اللي احنا بنتفرج فيه عشان المسلسل، ان احنا نشوف ازاي كانت بتتعامل مع الحاجات دي كلها في الفترات دي. المرتبة التانية معانا الموسم الأول من 1899. أنا لسه مخلص المسلسل ده من قريب جدا، وحاسس ان انا عايزه ارجع اتفرج على الموسم تاني. المسلسل كان حلو جدا، وعناصر الغموض فيه كانت مختلفة عن الحاجات اللي انا شفتها السنة دي. حكي القصة فيه كان حلو جدا بالنسبة لي، كان كل حلقة بيعمل كده طريقة مختلفة ان هو يخليك تفتكر ان في حاجة معينة هتحصل لكن مش بتحصل. بيخليك تبص في نواحي وبعد كده تبص في نواحي تانية خالص، تتساءل وتبقى كده engaged باللي هيحصل كل حلقة. أول حلقتين مش بيبقوا أفضل حاجة. أنا كنت راجعت على الموسم ده واتكلمت عنه بالتفصيل. أول حلقتين ما كانوش أفضل حاجة، لكن الموسم من الحلقة الثالثة بيبتدي بقى في كل حاجة حلوة وكل حاجة انت تحبها، الملحمة اللي فيه، الغموض اللي فيه، الأداء التمثيلي، الشخصيات اللي انت هتحبها، وكل الحاجات دي. فأنا
نفسي يعملوا موسم تاني من المسلسل ده وانبسطت منه جدا. لكن اكتر موسم او مسلسل عجبني السنه دي بلا منازع هو Stranger Things الموسم الرابع. طبعا الفترة اللي كانت عرض فيها مثلا المجلد الأول وبعد كده الفترة اللي كانت ما بينه وما بين المجلد التاني محدش فينا يقدر ينساها. النظريات اللي كنا بنطلعها، التحليل، الفترة دي عامة كانت حلوة. لكن الموسم نفسه م- بدون منازع كان افضل موسم في المسلسل كله، لان هو في حاجات كتيره جدا بيقدمها مع شخصيات كتيره جدا، وكل الشخصيات دي بنحبها، كل الشخصيات دي مكتوبه كويس، كل الشخصيات دي عندها اركس حلوه بتاخدها على مدار الموسم ده على حاجات ما كناش بنركز عليها المواسم الثلاثه اللي قبله. كان مخليه مختلف و غير كل المواسم اللي قبله. فكرة طبعا ان احنا عندنا حلقات مليانة وطويلة وقوية جدا، كان شيء حلو جدا. وبعد كده كمان يجي المجلد التاني من الموسم الرابع ويبقى فيه الحلقتين يبقوا طول افلام، كل واحدة فيهم حلوة جدا، بتقفل مثلا اركس شخصيات، بتفتح حاجات للمستقبل. فكل الموضوع ده انا انبسطت منه الصراحة. والفترة اللي انا كنت اتفرج فيها على الموسم الرابع كانت فترة حلوة جدا. انا نفسي ان انا ارجع كده اشوف الموسم ده من الاول تاني كأني ما شفتوش. بس فبكده هننهي المسلسلات بتاعت سنة 2022. انا عملت الليست دي عشان انا ما كنتش هتفرج على مسلسلات تاني، لكن انا عارف ان في حاجات كتيرة قوي انا سبتها. انتوا كمان اكتبوا لي ايه اكتر 5 او 10 مسلسلات عجبوكم السنة دي. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش فيديو الافلام اللي اعمله بقى في اخر السنة كده شوية، عشان اكون خلصت كل الافلام اللي انا عايزة اتفرج عليها. وهحط لكم كمان في الديسكريبشن كل مراجعات المسلسلات دي اللي انا عملتها بتفصيل اكتر. وسلام.